أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن الرحمة. المسلم أخي المسلم، فلنعلم الحقوق ونتبعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، عيادة المريض، واتباع الجنائز، إجابة الداعي، وتشميت العاطس. وفي رواية أخرى: حق المسلم على المسلم 6. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم، ويجب الاعتناء بها، فهي رحمة بين المسلمين، وعظمة في الإسلام، وتوثيق المحبة بين المسلمين. إذا أخبرتك أن الرحمة كنز، ماذا تفعل؟ تبحث بشغف وتضعه في مكان آمن وتجعله بركة في التعامل. الرحمة كنز من كنوز الدنيا، فلنغتنمها بشهر رمضان المبارك. دمتم بخير، وإلى لقاء آخر في الحلقة الأخيرة من الرحمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. أكمل الحديث.